السلام عليكم الاخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الحنفي تي في. في هذا الفيديو الاخوان غادي نديروا واحد الجولة على قرعة كأس العالم للمنتخبات 2026 بمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. القرعة الاخوان كيف ما كتعرفوا غادي تكون ان شاء الله 5 في شهر 12 الشهر المقبل. وكيف ما كتعرفوا ان الفيفا وضعات يعني كل 12 منتخب وضعتهم الإخوان في التصنيف ديالها. التصنيف الأول اللي وضعت فيه المنتخب الإسباني، الأرجنتين، فرنسا، الإنجليز، البرازيل والبرتغال وهولندا، بلجيكا، ألمانيا، أمريكا والمكسيك وكندا. هذا المستوى الأول. والمستوى الثاني الإخوان اللي كيضم كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية والإكوادور، النمسا، أستراليا. هذا المستوى الثاني الإخوان. المستوى الثالث النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، الباراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر والسعودية وكذلك جنوب إفريقيا. هذا الإخوان المستوى الثالث. فيما المستوى الرابع اللي مازال ما كملش، مازال خاصين 6 ديال المنتخبات اللي غادي يكونوا أربعة منتخبات أوروبيين وجوج منتخبات غادي يكونوا من إفريقيا أو آسيا أو أمريكا. مازال الملحق ما غادي إن شاء الله يكمل حتى مارس 2000 حتى 2026 شهر مارس عاد غادي تلعب الملحق، وغادي نتعرفوا على المنتخبات اللي غادي يكملوا لينا التصنيف الرابع. والقرعة الإخوان غادي دار إن شاء الله يوم 5 في شهر 12 2025. وكيف ما كتعرفوا الإخوان المنتخب الوطني المغربي لو كان هاد النسخة منظمها بلد واحد، كان المنتخب الوطني المغربي غادي يكون في المستوى الأول. ولكن للأسف مع 3 منتخبات اللي هما كل من كندا اللي على ما أظن في الرتبة 27 عالميا، المكسيك اللي في الرتبة 15 عالميا، وأمريكا اللي في الرتبة 14 عالميا. وضعاتهم الفيفا لأنهم هما البلد المنظم الفيفا كتوضعهم ضروري في المستوى الأول. وكيف ما كتعرفوا الإخوان لو كان منتخب واحد كان بإمكان المنتخب الوطني المغربي غادي يكون في الصف الأول، وغادي يتفادى، غادي يكون في التصنيف الأول، وغادي يتفادى المنتخبات الكبيرة مثل البرازيل وكذلك مثل إنجلترا وكذلك مثل فرنسا والأرجنتين، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا. هاد المنتخبات كاملين كنا غادي نتفاداوهم، مغاديش نتواجهوا معاهم في المجموعات. لكن إن شاء الله ثقتنا كبيرة في المنتخب الوطني المغربي، حقق لنا شي نتيجة إيجابية إن شاء الله. وكذلك نشوفوا المنتخبات اللي ما غاديش يمكن المنتخب الوطني المغربي يطيح معاهم في نفس الجروب، كل من كرواتيا، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا واليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا. هذه المنتخبات مع المنتخب الوطني المغربي في التصنيف الثاني ما غاديش يطيح معاهم في نفس الجروب، غادي يتفادى هذه المنتخبات. كنا نمنيو النفس نكونوا في المستوى الاول، ولكن مكتابش حتى المستوى الثاني اكيد غادي تطيح مع جوج منتخبات اللي اقل منك في المستوى. وكيف ما كتعرفوا كاس العالم 2026 غادي تكون فيه 48 منتخب، وغادي تكون فيه 12 مجموعة، ومن 12 مجموعة 8 المجموعات كاملين غادي يتأهلوا منهم إن شاء الله 3 منتخبات. غادي يتأهلوا 8 أحسن ثالثة. راح القضية سهالة الإخوان باش تدوز للدور الثاني، ولكن راه ماشي غادي تدوز للدور الثمن، غادي تدوز للدور 16، لأن كانت من المجموعات المسابقة قبل كانت من المجموعات كيدوزوا 16 منتخب، ولكن
هاد الدورة إن شاء الله غادي يكون من المجموعات دوز 32 منتخب، يعني اللي غادي يخلي يعني دوز للدور الثاني، راه بحال اللي يلاه دوز للدور الثاني، بحال اللي يلاه مشارك يعني في المجموعات، يعني في النسخ اللي صبوا. وكذلك الإخوان ما نساوش يعني نهضروا على كأس العرب للمنتخب الوطني الرديف، يعني تعرف على الخصم ديالو في الافتتاح اللي هو جزر القمور. ملاحظتش على الإخوان واحد القضية، لأن جزر القمور غادي نفتتحوا بهم المشاركة ديالنا في كأس العرب، وكذلك غادي نفتتحوا بهم المشاركة ديالنا في كأس إفريقيا. نتمنى الإخوان يعني أبناء سكيتيوي يعني تكون واحد المشاركة اللي مشرفة إن شاء الله، ويتوجوا باللقب. لما لا؟ لأن الإخوان منتخب الوطني المغربي الرديف، يعني عندنا منتخب في المستوى الإخوان كيف ما كتعرفوا، يعني فاز بآخر نسخة شارك فيها لكأس إفريقيا، يعني اللاعبين المحليين، يعني آخر 3 نسخ شارك فيهم المنتخب الوطني المغربي فهو التوج بهم. لذلك الأماني ديالنا إن شاء الله هو يرجع من قطر بالتتويج بالبطولة العربية إن شاء الله. وهذا الشيء الإخوان اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم الإخوان. ما تنساوناش من لايك واشتراك في القناة إلا عجبكم الفيديو، وتهلاو لي في روسكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله.